تعالوا بقى هنبدأ النهاردة فيديو جديد ومشتريات جديدة هتبدأ من أول 5 و10 و20. كنت حابة إن أنا أفرجكم عليها، جايز حد يستفاد بفكرة أو منتج إن هو يبقى محتاجه ومش عارف إن هو محتاجه. مبدئيا كده أنا جبت هنفتح الكيس مع بعض يعني. وأول حاجة أنا هفرجكم على الحاجات اللي ب5 جنيه. جبت اللزقة ديت، المفروض إن هي مانع الاحتكاك اللي بتتحط في الشوزات. دي بتتحط لو الناس من رجليها من ورا بتضايقها في الشوز الجديد وكده. دي كانت عاملة 5 جنيه الاتنين مع بعض، بيبقى الظهر بتاعها ستيكي كده زي ما انتوا شايفين. في منها شكلين. ده الشكل اللي انا يعني كان قدامي ولقيته، وعايزه اقول لكم ان هو الخامة بتاعته من قدام كده فرو، يعني حلو وناعم. تاني منتج بقى، ده منتج كده حسيت ان انا هلعب بيه يعني. المفروض ان هم 4 فراشات وكانوا عاملين 5 جنيه. دي الاشكال بتاعتها لذيذة كده، تحط على التلاجة الأطفال. هي على فكرة 3D، هوريها لكم إن شاء الله في آخر الفيديو. شكلها عامل إيه يعني لما علقتها. لذيذة كده وبتدي شكل. ندخل بقى على تالت حاجة. عايزة أقول لكم المنتج ده أنا كنت عايزاه من زمان جدا، بس ما كانش دايما بيجي قدامي. فاول ما لقيته طبعا اشتريت منه. دي علقه الفيشه، يعني مثلا انا عندي في المطبخ بتاعي الكتل، دايما بشيل الفيشه بتاعته كتير وبعد كده بحط الفيشه في اي مكان. بخاف بقى الرخامه يجي يبقى فيها ميه، الفيشه تيجي عليها ميه. فالمنتج ده حل لي المشكله ديت. هو الظهر بتاعه دبل فيس، فانت بتشيلي الورقه وبتلزقيه جنب الفيشه. مجرد ان انت هتشيلي الفيشه وهتحطيه كده تعلقيه فيها. برضه هوريكم فكرته ان شاء الله في اخر الفيديو. بعد كده الحامل دوت كان عامل 10 جنيه. فكرته كلها ان انا هجيبها احطها في ضرفة باب المطبخ، بحيث ان انا اعلق عليها حاجة صغيرة، مثلا طاسة صغيرة، اي حاجة صغيرة، بحيث ان هي استفاد بالمساحة اللي بتبقى موجودة ورا الباب. شفتها في كذا فيديو وعجبتني جدا، وقلت ان انا هجربها يعني. بعد كده المنتج اللي بعد كده طبعا اكيد كلنا عارفينه، الفرشة بالديسبنسر، ودي كانت عاملة 10 جنيه. انا بجيبها للمواعين دايما. احنا لو عندنا غسالة اطباق بننزل المواعين يعني بواقي الاكل اللي في الاطباق. فالفرشة هتساعدك جامد جدا ان انت تنزلي بقية الاكل وتحطي الطبق على طول في الغسالة. او حتى لو انت مثلا بتغسلي عادي مثلا، وفي طبق مثلا وفي صلصة، بتنزليها بالفرشة وبعد كده الاسبونشة تدعكي بيها. عايزة اقولك ان ده بيحافظ كتير جدا على الاسبونشة. بدل ما هتغيريها كل 5 ايام 7 ايام، هتقعد معاكي اكتر، اسبوعين 3، لان الفرشة مش بتتعرض لبواقي اكل كتير، هي هتفضل معاكي فترة طويلة نظيفة. دي الفكرة اللي أنا باجيبها ليها وبرضه الفرشة دي طبعًا باغسلها وباعقّمها وبعد كده باغسل بيها الحوض مثلًا. بتبقى حلوة أوي، استخدامها جميل، وباجيب منها كتير. ده ماسك أكل عادي، عجبني يعني. حجمه صغير، فعجبني أوي إن هو حجمه صغير، وكان عامل برضه 10 جنيه. ندخل بقى على المنتجات الخشبية. أنا كنت وريتكم قبل كده المنتج دوت اللي هو علبة المناديل في الفيديو المشتريات اللي فات، وكان عامل 25 جنيه. أنا بقى جبت شوية منتجات خشبية وسعرها حلو جدا جدا جدا. مبدئيا كده هنبدأ بالمبخرة دي. أنا بعاني جدا من اللي هي البخور لما بيكون عود، وتقعدي بقى تحطيه في أي مكان ويقعد يوقع ويبهدل لك الدنيا وكده. دي فكرتها ان انت بتثبتي العود من جوه وبعد كده بتحطيه في المكان اللي انت عايزاه، والبخور بيطلع من الاخرام ديت بجد. جميله جدا جدا، وكانت عامله 15 جنيه. بجيب بقى العود، هوريها لكم دلوقتي إيه الفكره. تفتحيها كده، تمام. وبعد كده هتلاقي فيه مكان بتحطي فيه العود، وفيه خرم من تحت كده تحطي فيه الخشبه يعني. هتنزلي فيها كده وتثبتيها من فوق. وهوريها لكم برضو الفكرة، هشغل البخور في آخر الفيديو وأقول لكم هي فعلا عملية ولا لأ. تمام، وده بيكون شكلها كده. برجع أقفلها، على فكرة أقدر أقفلها على الاتنين يعني. بص، ممكن أقفلها على الوش ده أو الوش التاني اللي أنا هوريه لكم دلوقتي. شكلها حلو وحاساها عملية قوي، وسعرها يعني 15 جنيه ولا حاجة يعني. وحلت لي مشكلة البخور حلوة قوي. تمام. بعد كده انا برضو كنت جايبه ديت في الفيديو اللي فات وريتها لكم، كنت جايباها تقريبا كانت 20 جنيه. انا جبتها ب15 جنيه، فطبعا جبتها تاني. الناس اللي عندها كوفي كورنر هتبقى محتاجه قوي الحاجات ديت عشان تحطوا فيها الشاي الاحمر، الشاي الاخضر، الحاجات ديت.
عملية وجميلة. وطبعا انا لازم انضفها قبل ما احط اي حاجة، وهوريكم انا بنضفها ازاي في اخر الفيديو برضه. ودوت شكلها، وانا قلت لكم قبل كده ان انا اقدر ان انا استخدمها في اي حاجات تانية. يعني انا لو قلبت الوش بتاعها ده اقدر ان انا احط فيها اكسسوارز، اي حاجة انا محتاجها تانية يعني، واحطها مثلا عندي في اوضه النوم اي مكان. عايزه اقول لكم ان انا لقيت الشكل ده في محل كان عامل 30 جنيه. دي علبة مناديل جميلة جدا، هي على شكل تلفزيون، في على شكل راديو. أنا جايباها ب20 جنيه. حلوة جدا جدا. أنا بحب قوي الحاجات اللي هي ديكورات الأخشاب وكده، جميلة يعني بتشدني قوي. عايزة أقول لكم اللي وراها دي جميلة برضو. الفكرة بتاعتها بقى إن هي بتتفتح من الجنب برضو، ما خدتش ال 550 منديل يعني العلبة اللي هي الكبيرة. فبرضو أقول لكم إن هي تاخد العلبة الصغيرة. آه، بس دي فكرتها يعني، ممكن ده العيب الوحيد، لان انا بحب اجيب العلب الكبيره عشان تقعد معايا كتير. فدي ممكن العيب الوحيد اللي معايا، ان هي بتقعد ما بتاخدش علبه المناديل الكبيره. بس عادي مش مشكله، هنحلها يعني. تمام. وبكده انا خلصت المنتجات الرخيصة، بس كنت عايزة برضو ارجع اكد عليكم، انا عملت فيديو لدباسة الكباسين دي، وقد ايه ان هي فعلا حلوة جدا. وعملت فيديو مخصوص اقول لكم ان هي حلوة، وعلمتكم ازاي الطريقة بتاعتها، يعني ان انتوا تركبوا الكباسين، ادخلوا شوفوه. هسيبها لكم في الاي. عايزة اقول لكم انها حلوة جدا جدا وبجد مفيدة، ويعني نفسي كل الناس تعرفها، علشان هي فعلا حلوة وتستاهل ان اي بيت يكون فيها الدباسة دي. بتحل مشاكل كتيرة جدا في اللبس. معظم لبسنا بيبقى فيه فتحات عايزة تقفليها، مش لازم تحطي دبوس، نقدر تحطي الكباسين وخلاص تنسي بقى، كأنه زرار، عملتي زرار وبجد في ثانية بتعملي في ثانية. فكنت حابة ان انا برضو اقول لكم تاني على دي المنتج كانت شنطة حفظ طعام، هعمل لكم فيديو مخصوص ليها، وهقول لكم هي فعلا بتحفظ الطعام وبتحفظ السخونية بتاعة الأكل ولا لأ. وهعمل مقارنات بينها إن شاء الله، هعمل لكم فيديو حلو جدا ليها، وهشوف إذا كانت فعلا هي عملية وتستاهل فعلا ثمنها ولا لأ. هنا بقى أنا كنت بجرب علبة البخور. أنا هنا مولعة علب البخور جواها يعني. عايزة أقول لكم إن هي أحسن طريقة ليها إن هي تبقى مش واقفة، تبقى نايمة كده على ظهرها. لان بصوا، وانا لما بحطها كده بتقع، وانا بخاف جدا اللي هي العود البخور ده ممكن يجي في الخشب يعني يتفاعل معاه يولع او حاجه. فكانت احسن حاجه وانا منيماها كده، العود مش بيلمس الخشب خالص. واحسن حاجه فيها برضو ان انت كل ما بتقصر كل ما بتصغر يعني، الدخان بيخرج من الخرم اللي هي بتبقى عندها، فبتعرفك اذا كانت هي قربت تخلص ولا لا. بجد حلوه قوي، جميله، وانصح ان اي حد يشتريها. المنتج اللي بعد كده دي العليقة اللي انا قلت لكم عليها. بصوا انا لزقتها هنا وشلت الفيشة وحطيتها على طول. بجد منتج عملي قوي و جميل يعني. دي بقى كانت الفراشة بعد ما لزقتها، برضو هي جناحاتها كده بتبقى طالعة فوق، ومن تحت عايزة اقول لكم ان هي ورق كرتون عادي، وهو البلاستيك بس جناحاتها هي بلاستيك. شكلها لذيذ. بعد كده العلبة بتاعت الشاي. عايزه اقول لكم ان انا لازم امسحها الاول، لازم انضفها، فجبت منديل وايبس تمام، وبدات ان انا انضفها كلها من جوه كويس جدا. وبعد كده رحت جبت منديل عادي وبدات ان انا احطه في من جواها يعني، علشان انا برضو ما احبش يعني باكيتات شاي تبقى ملامسه ليها، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس يعني حسيت ان هي برضو نظافه، لو في اي حاجه وقعت تقع على المنديل مثلا، خرز شاي او اي حاجه بتنزل زي كده فرافيت صغيره تبقى واقعه على المنديل. بس انا حبيت ان انا اعملها كده واوريكم ازاي انا بستخدمها يعني. وبكده يبقى انا خلصت مشترياتي معاكم، يا رب يكون اي حد استفاد باي فكرة يقدر ان هو يجيبها ويعملها في بيته وتريحه. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو دوت، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.